السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل صينيه سردين في الفرن. تعالوا يلا نشوف احنا عملناها ازاي. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندي كده كيلو من السمك السردين، وكمان عندي طماطم وبصل وخضار وفلفل حار وفلفل رومي. هنعمل بقى صينيه سردين كده زي ما الكتاب بيقول، جميله جدا وطعمها خطير. قطعت كده البصل وبعد كده هقطع الطماطم، والطماطم عشان ما تنزلش ميتها قطعوها بالسكينة اللي هي المشرشرة. تمام كده. هقطع كل الخضار اللي عندي كله، عشان ده هيكون زي كده ارضية السردين زي ما انتوا شايفين كده. قطعت البصل والطماطم وابدا بقى ان انا احط بقيه الخضار. عندي كده فلفل حار، اللي مش حابب يحط فلفل حار ما يحطش، انتي ومزاجك بقى، بس بيدي طعم وريحه حلوه كده للسردين بتاعنا. قطعت كده كمان بقيه الفلفل، وقطعت كده عودين من الكزبره الخضراء على الشبت. تمام كده، تحفه. فردتهم كده كويس، وهجيب بقى راس توم صغيرة، وهبدأ بقى ان انا اعمل التتبيلة بتاعة السردين. حطيت كده كمون على كزبرة وملح، واقطع كمان برضو قرن فلفل حار كده مع بعض، وهدقهم بقى مع بعض. ممكن كمان تحطي نص معلقة كركم كده، هيدي لون جميل قوي. تمام كده. واحط كده كمان عودين برضو من الكزبرة الخضرة، اللهم صل على النبي، الشبت. وعندي كده طماطميتين بشرتهم كده، بيدوا طعم حلو برضو للتتبيلة. وحطيتهم كده على الثوم والبهارات بتاعتنا، اللي هو الملح والكمون والكزبرة الناشفة. وهعصر كده كام ليمونة عشان تبقى فيها مية كده. التتبيلة بقى ريحتها تحفة، تتاكل كده لوحدها. ابدأ كده احط معلقتين كده على الخضار اللي انا حطاها في ارضية الصينية، عشان دي هتغمسوا بيها بقى، يعني طعم تحفة. غسلت كويس كده السردين بالليمون، وبدأت ان انا اصفيه كده من ميته عشان ما يبقاش له زفارة. وهرص كده السردين زي ما انتوا شايفين. ممكن ترصيه بقى في طاجن زي ما انتي في قارب يا ربي زي ما انا حاطه كده، او ممكن صينيه مدوره، يعني اللي عندك متاح حطيه. هحط بقى التتبيله بتاعتنا على السردين كله زي ما انتوا شايفين كده، ما سيبش حاجه خالص. واقطع كده كام ليمونه حلقات او ترانشات كده، احطهم على السردين او ما بين كل سمكية والتانية. الصينية دي بقى يا جماعة تاكلوها برز، تاكلوها بعيش، يعني تحفة تحفة وجميلة جدا. قطعت كده بقى الليمون، وابدأ بقى ان انا ارصه كده على السردين. يا جماله. الصينية لوحدها من قبل ما تخش اصلا الفرن الريحة طالعة جميلة، وشكل اصلا الصينية كده يشهي كده، جميلة جدا. هحط بقى شوية زيت كده على الوش، وطبعا مسخنة الفرن بتاعي، وهدخل بقى الصينية في فرن ساخن. يا دوب انتوا عارفين السمك ما بياخدش وقت خالص، هي نص ساعة تسوية، وكمان تحطيها تحت الشواية كده تاخد يعني لون كده. بصوا بقى السردين وهو خلاص داخل في يعني في السوا زي الفل. انا جبت بقى كده الفرشة وبدأت ان انا المعه كده بالصوص اللي نازل ده، عشان لما اديله وش كده بالشواية ما ينشفش معاه.
بصوا بقى الشكل تحفة فنية، جميلة جدا. ده النهاردة كان الغدا بتاعنا خفيف وبسيط كده ومش مكلف. كيلو السردين ما هوش غالي، وبصوا يعني الكيلو هيكفي يعني وهيفيد كمان. يعني احنا اكلنا وقعدنا نقزقز كده، الباقي حاف. بصوا بقى عملت رز بالشعرية جنبه، وممكن تعملي رز صيادية بيبقى حلو برضو. تعالوا بقى اوريكم السوا بتاعه من جوه. انا طبعا مش قادرة امسكه، سخن طالع لسه سخن. يعني انا ما بقدرش امسك الحاجة سخنة، صوابعي بتتلسع وبيبقى الموضوع صعب بالنسبة لي. بصوا بقى جميل والطعم خطير. اذا وصلتوا بقى الفيديو لغاية هنا يا ريت ما تنسوش اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ووصفة جديدة. وجربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.